ما هي الأسئلة الضرورية التي يجب أن أسأل طبيبي المختص بها؟ وما هي المعلومات المهمة التي أحتاجها بالنسبة للمرض اللي أشكو منه أو الأعراض عند مراجعة طبيبي، وكيف الوقاية منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمرضانا الكرام، عند مراجعة الطبيب يجب الانتباه على عدة أمور. أولاً، سؤال طبيبي بشكل مباشر عن تشخيص مرضي عند إكمال الفحوصات الضرورية اللي أحتاجها أثناء المراجعة، لأنه الحصول على تشخيص مباشر راح يعطينا فكرة إيجابية على تلافي المرض وعلاجه بصورة مباشرة وتأثيراته للمستقبل. فبهاي النتيجة يجب أن أعرف أولاً التشخيص. ثانياً، أسأل طبيبي عن ما هي الأمور السلبية التي ممكن تأثر على مرضي، نوع الأطعمة، نوع ممارسة الرياضة، كمية الأدوية اللي أخذها، الكورس العلاجي اللي أستخدمه مع هذه الفترة عند علاج المرض. فلهذا يجب أن أفهم بشكل مباشر كيفية التعامل مع هذا المرض. كل الأسئلة متاحة للمرضى الكرام بالاستفسار عن المرض الذي يشكون منه أو الأعراض. طبعا يجب أن تكون الفحوصات بشكل دوري. الذين يعانون من أمراض مزمنة خلال 3 أشهر، مثلا بالنسبة للكلية بشكل خاص فحص إدرار أو وظيفة الكلى من خلال فحص الكرياتين واليوريا بالدم، راح تعطينا فكرة مبدئية عن متابعة المريض بهذا الشكل. ممكن أمراض أخرى مثل داء السكري أو غيرها إذا تم اكتشافها بطريقة مبكرة راح يكون علاجها أفضل. الذين أيضا يعانون من حصوات بالكلى، كل ما كان حصوة الكلى بشكل صغير ممكن علاجها يكون أسهل أكثر مما يكبر حجم الكلى. أي أمراض مزمنة ممكن تكتشف بشكل مباشر راح يكون علاجها أسهل ومبكر من أن نترك المرض لفترة طويلة ونحاول نفسر الأعراض اللي احنا نشكو منها على أنه مجرد تعب أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للي احنا نشكو. فلهذا مراجعة الطبيب بشكل دوري والاستفسار عن كل الأعراض اللي أشكو منها. وبالنسبة للكلية أيضا ممكن أن نعمل سونار بشكل دوري خلال 6 أشهر للكشف عن أي مرض مبكر ممكن يصيب الكلى بصورة خاصة أو بأي مرض بصورة عامة، حتى يعطينا نتيجة أفضل في مراجعة الطبيب بشكل مبكر ويعطينا نتائج أفضل لعلاج المرض وحماية جسمنا وكليتنا بصورة خاصة من هذه الأمراض والأعراض. وإن شاء الله الصحة والسلامة لجميع مرضانا، وشكرا جزيلا. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.